السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش اخباركم الحباب؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو باحسن حال وانتم فرحانين نتوما حبابكم وما عز عليكم ان شاء الله. اليوم نشارك معكم الاشياء اللي كنحضروها في العيد، في صباح العيد. كما كتشوفوا هنا عندي خليطه ديال الحلويات ديال الشوكولاته، يعني كل وحده كل 5 الاشكال متنوعين. هنا كما كتشوفوا حطيت المكسرات في هذا الصحن، فهذه كنحط فيها المكسرات مخلطه كامله. هنايا الصحن المعمول اللي شاركته معكم. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. دابا غندوز للاجبان اللي اشتريناها والزيتون واللي كنحضروه في صباح العيد. باقي اللحوم هي اللي كنديرو. حتى اللحم كيكون ما بين الاطباق الحاضره في صباح العيد. في صباح العيد تكون هاد الاشياء ديال الاجبان واللحم كيجي على قطع صغيره. ما كنحضروش له، ما كنحطوش له التوابل كثيره، ولكن كنحطوا له توابل خفيفه، شويه الملح، ونخليوه حتى كيطيب مزيان، كيكون مقطع اطراف صغيره. ومن بعد عاد كنديروا له شويه الكمون او كندخلوه في الفرن، كل واحد الطريقه ديالو. ان شاء الله ان شاء الله الى كانت الظروف مناسبه والوقت عندي غنشارك معكم الطريقه باذن الله. كما كتشوفوا الزيتون على 3 الانواع. هنا كاين عندي الاسود، وهنا كاين الاخضر، وكاين هذا النوع تاع الاخضر، اخضر ناصح، يعني كاين مغربي واسباني واردني. هنايا هاد المخللات، هاد النوع 2. كاين الاجبان، كاين المربى، كاين الجبنه، هذه الجبنه ماشي القشطه، ايوا الجبنه، وكاين هاد النوع ديال الحلاوه، وكاين هاد الكرنيشو، وكاين هاد الجبنه المالحه اللي كتجي مع الفلفل مشكله بحال هكا، كتجي زوينه. تقدري ديريها لراسك انتي في الدار مزيانه، كتجي زوينه وكتجي لذيذه وكتعطي واحد المنظر زوين. وهنا واحد النوع كيقولوا له المش، فيه واحد اللذه حاره زوينه. كما قلت لكم هنا الاجبان، هنا الجبنه، هنا كما كتشوفوا جبنه تركيه، هذه 15، هذه 13، كل واحده هذه 6 ريال، يعني على حسب. وهذا بحشكل كرنيشو كيجي في المخللات زوين حتى هو كيتحط. هادو هما الاشياء اللي كنوجدوهم في الفطور ديالنا، ان شاء الله ناكلهم بالصحه والراحه يا ربي الحبيب، ويدوم علينا الفرحه وعليكم ان شاء الله، والامن والامان وراحه البال. كتشوفوا عندي 3 زليفات بحال هذا الشكل. غنبغي نحضر فيهم التمر. النوع الخلاص الفاخر المزيان هو اللي غنحطو في هاد سميتو لي في هاد الزليفات. كاين اللي غندير فيها السمسم، كاين اللي غنخليهم بحال هكاك. المهم حتى لاخر لحظه عاد غنحط التمر ان شاء الله يا ربي نشاركو معاكم. بعد ما شعلت الفاخر او الفحم، دابا صافي غنحط البخور ديالي. كما كتشوفوا انا غنحط هذا المعمول، هذا كيعجبني هذا النوع. وغندوز نوريكم التمر اللي حطيت، غنخليه بحال هكا وندوز للطابله اللي كنوجد. البلاطو كما كتشوفوا حاطه الكيسان ديال اتاي، وما كيكونش عليه الطلب بزاف، اكثريه تكون القهوه السعوديه العربيه اللي معروفه. هنايا ضروري منها المكسرات، يعني كنوجد على اتساع بالصباح ان شاء الله يكون كل شيء عندي جاهز في الفطور. شوفوا هنايا حطيت في هذه الحلويات وصافي. دابا غنخلي هادشي مني غنحس بالضيافه يجيو، عاد غنصاوب القهوه تكون جاهزه ونحط التمر كما وريتكم. العيد يدخل علينا وعليكم بالخير والبركه وبالصحه، وشكرا لكم احباباتي اللي كتشاهدوا قناتي وكتدعموني، جزاكم الله خيرا، وعيدكم مبارك سعيد ان شاء الله. ربي يطولنا العمر ونصوموه اعوام واعوام، ونفرحوا مع بعضياتنا يا ربي ومع احبابنا ومع اعز الناس لينا يا رب. والله يرحم والدينا واغفر لهم ونور قبورهم. شاركت معكم الدبيازه واحد النوع اللي كتجيب السكر كيغلى مزيان،
وكتجي زوينه. انا اول مره باقي ما شاركتهاش معكم، ان شاء الله نتمنى نشاركها معكم. اللي كيديروها الناس ديال مكه ديال السعوديه كتكون عامره بالمكسرات كما كتشوفوا، عامره ما شاء الله بالمكسرات، وكتحط في الاطباق ديال الفطور ديال نهار العيد. بالنسبه للاهالي ديال جده وديال مكه، هذا هو اللي انا شفت كيحطوها في الفطور ديالهم في الصباح. كنتمنى هاد الشكل ان شاء الله باذن الله شي مره نشاركها معكم باذن الله العلي العظيم. هذه كانت رسلتها لي مرت لوسي، الله يكثر خيرها ويخلف عليها، يا ربي يعطيها الخير من واسع فضله وصحيح. من بعد ما فطرنا ودوزنا واحد الجو العائلي زوين تبارك الله ما شاء الله، لاننا كنا ناويين نفطروا في الدار هنايا ديال الزوج ديالي، واكدت علينا لوسي ومرت لوسي بالحاء اننا الكل العائله نتجمعوا عندها، يعني ضروري نتجمعوا عندها، اما كيجيو عندنا ولا كنجيو عندهم. المهم بقينا حاولنا صافي مشينا عندها، هي بنت الاصل وبنت الناس الله يكثر خيرها ويخلف عليها. خلقنا واحد الجو ما نقول لكمش عائلي فوق رائع فوق رائع فوق رائع، كنتمناه لكل انسان. صافي دوزنا هذاك الفطور العيد، ضحكنا كلينا اللي قسم الله، كل شيء دوز على خير وبخير. من بعدها جينا كنعسو هنا توقيت مخالف على تقاليد المغرب. كيسهروا الليل والصباح كينعسوا، كيعيدوا على بعضياتهم وكينعسوا. مور المغرب والعشاء عاد كتولي الزيارات. مور المغرب عاوتاني خرجنا مشينا تعشينا في واحد المقهى، انا غنقول الاسم ديالها لان المطعم ديالهم ما صورتش بزاف، واحد المقتطف اللي غنوريه لكم رائع رائع، والاكل ديالو غزال، والناس اللي في جده اكيد غيكونوا كلاو منه، وتنتمنى اللي ما كلاش يمشي يشوفوا الاكل ديالو نظيف، وما كتلقيش المكان ديالك الا ما حجزتيش من بكري. الاسم ديال المطعم سميتو قصه مصريه، عرفتي رائع. لا الشربات العدس كيما ديال الدار تبارك الله، لهذيك الاشياء كلها اللي كطلبيها من عندهم غزال رائع. انا عندي لكم واحد المقتطف ديال الشاب اللي كيكب لينا الملوخيه وصورناه، لان كان هذاك واحد المقتطف شويه خديناه منه. ابيض عليك ابيض.